كل يوم أول ما بنصحى ونفتح عينينا بنمسك التليفون. أول حاجة بنعملها بنبص على الشاشة، نوزع طاقتنا لايكات وكومنتات وسكرول ملوش آخر. تبدأ يومك بتشتت وتكمله في استهلاك. صدقني، طاقة ذهنك مش مجانية، وكل مرة هتفتح فيها تطبيق بتدفع جزء من تركيزك ومن أعصابك ومن وقتك كمان. الناس فاكرة إن التعب جاي من الشغل، لكن الحقيقة التعب جاي من انفصالك عن نفسك، من كتر التبديد بين ألف فكرة في أقل من دقيقة. إحنا بنستهلك طاقتنا قبل حتى ما نستخدمها، ونسأل ليه مش عارفين نبدأ، وليه كل حاجة بقت تقيلة كده على قلبنا. جرب كده تحتفظ بطاقة يومك، ولو حتى أول ساعة خليها لك، يمكن تلاقي نفسك. طب بذمتك، مش طاقتك دي انت اللي أولى بيها؟ حاسس إنك تعبان، مهدود كده، مش قادر تقف على حيلك، مش قادر تاخد أي قرار في حاجة من حياتك، طول الوقت بتأجل، مش قادر تستريح، دماغك مش عارفة تفصل. تعالى بقى الأول أحكي لك على فيلم اسمه إهدار الطاقة. أبطاله ثالوث النكد: دماغك وتليفونك وعلاقاتك. بس الأول ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، واتفرج معانا الفيديو للآخر عشان هنقول لك تخرج ازاي من الورطة اللي حطيت نفسك فيها. أنا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي. هبقى معاكم كل خميس إن شاء الله وفيديو طويل. خليني بس أقول لك على حاجة علمية بسرعة كده: مخك مش بيصرف طاقة على الحركة بس، مخك بيصرف طاقة على القلق والزعل والإهدار وتعب الأعصاب اللي بيجيلك من ناس مش فاضية ترد على رسايلك بقالها 3 أيام. يعني من الآخر كده، كل سكرول 25 دقيقة علشان خاطر تفضي دماغك، زي التعبير الدارج اللي احنا بنقوله، ودماغك بيتعامل مع الموضوع ده وبيشتغل كأنه جوه امتحان فيزياء. بتصحى من النوم تشيك على الإشعارات والرسايل، طبيعي تصحى تعبان. قبل ما تشرب بق المية بتلاقي نفسك شربت كده خبر طلاق مش عارف مين وخناقة مين مع مين، شوية ميمز على شوية هرتلة كده، تلاقي نفسك ربع طاقتك طارت قبل ما تلبس شرابك. طيب عارف ايه تاني بيستهلك طاقتك أكتر من الجيم؟ على الأقل الجيم هتبني عضلات. العلاقات اللي طول الوقت بتحاول تشرح نفسك فيها، العلاقات اللي طول الوقت بتحاول تدّي مُبرر لأي تصرُّف طبيعي أنت عملته. الحقيقة إن مُخّك بيحاسبك على الحاجات اللي أنت بتعملها دي، على حاجة أنت ما شربتهاش وما استفدتش بيها، تمامًا كإنّك مثلًا بتحاسب على كوباية قهوة اتدلقت. الحقيقة إن كل ده إهدار، كل ده طاقة كده مرمية في الأرض. تاني حاجة لازم تاخدها بعين الاعتبار ولازم تركّز فيها أوي: إزاي تقدر تقفل حنفية إهدار الطاقة دي بالتدريج. طول ما أنت سايب حنفية إهدار الطاقة دي والطاقة اللي بتترمي في الأرض، وتلاقي نفسك اليوم خلص من غير ما تعمل أي حاجة نفعت بيها نفسك، صدّقني، صدّقني كل يوم بتخسره هتلاقي نفسك اتعودت على الهدر اللي أنت فيه ومش عارف تخرج من الدايرة دي. ملحوظة أخيرة كده: الطاقة مش مجرد أكل وشرب وحركة، الطاقة في الاختيارات، في الكلام الغلس اللي احنا بنسمعه، في السخافة اللي بنتعرض ليها واحنا ملناش علاقة أصلا بالموضوع. أوقات تكتب كومنت تلاقي جرك لرد سخيف من حد قاعد ورا شاشة انت ما تعرفوش وحرق دمك وبوظ يومك. للأسف المخ بيصرف 20% من طاقته لما بتحمله مشاكل مش بتاعته. الحقيقة ان احنا تقريبا لو صفينا كده عدد ساعات اليوم هتلاقي أغلب ساعات اليوم أنت بتتعامل مع حاجات ما تخصكش أصلًا، أنت بتهدر طاقتك وبتتضايق وبتتنرفز من حاجات والله ما تخصك. ركّز في نفسك. لو لقيت نفسك بتصحى كل يوم تعبان، مقريف، مش عارف تواصل حياتك بشكل صح، مش عارف ترجع كده للحاجات اللي أنت بتحبها، هواياتك، مشروع كده كنت مخبّيه في الدرج وبتحاول تفكّر تبتدي تستثمر وقتك فيه، اقفل حنفيات الإهدار اللي ليل ونهار إحنا مش قادرين نتحكم فيها دي. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. لو عجبك الفيديو أو حسيت إن أنت بتهدر اكتب لنا في الكومنتات، ويا ريت اللايك والشير والسبسكرايب هتدعمنا جدًا، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها.